بين 1000 حفرة وحفرة يعبر يوميا سالكو هذا الطريق من أجل الوصول إلى وجهتهم المقصودة، فمنهم من يحاول تجنبها ومنهم من يضطر للوقوع فيها. هذا الطريق في حي باب الواد أراه كارثة على الراجلين وعلى السيارات، وراه دائما فيه الفوضى في الحفر وكثرة المياه اللي تتبزع، وكان جات المطر كيف راهي تولي كارثة. طريق حي باب الواد بولاية الوادي قصة معاناة للمواطن الصوفي تمتد جذورها منذ عدة سنوات رغم الجهود المبذولة لإصلاحه. رانا نعانوا من طريق القواطين، وديما نمشوا تمشي 100 مترات تلقى دودان ولا تلقى حفرة، وزيد تمشي تلقى قلتة تعمي معناتها عزوز فايت ولا قاطع الطريق يمشي بخها بالماء. نطلبوا من السلطات والوالي يصلحوا لنا الطريق اللي هني. كاينه ناس خادمه عنها تيكاسا جايبينها عرق حلال وتغيظهم. يعد هذا الطريق شريان الحياة للعديد من المواطنين، فهو يربط وسط المدينة بعدة أماكن أخرى، إلا أن حالته السيئة أصبحت تشكل عائقا حقيقيا خصوصا لسائقي الحافلات. ما من المواطن ثاني راه يحس، المواطن راه يحس ياسر، ما من مواطن الداخل راه يحس، راه قاعد يحس. طريق القواطير راه فيه الحفر ياسر وحشاك الزيقو. لا يؤثر هذا الطريق فقط على راحة وسلامة المواطنين، بل يؤثر أيضا وبشكل كبير على الصورة العامة للولاية، مما يشوه منظرها الجميل ويعكس صورة سلبية لدى الزائرين. والله من الأسف أن ولاية الواد، الولاية هذه اللي راهي معناتها ولاية رانا نشوفوا فيها البرة، يعني فخر كبير بالنسبة لولايتنا احنا في الواد. مي للأسف الشديد أني كي نجي للولاية هذه، نجي لولايتي ونجي المنطقة تاعي، يعني نلقى حفر شيء من عجب. يعني حبينا نوصلوا رسالة إلى والي ولاية الواد: يا أخي كريم قل له، ويا سيادة الوالي، ويا مانيش عارف واش نوصفوا. احنا حابين على الأقل يديروا لنا تهيئة تاع طريق مليحة. طريق المعاناة لا يعكس فقط تحديات البنية التحتية، بل يعكس أيضا القوة والصبر لدى السكان، خصوصا وأنه نقطة ربط هامة بين وسط المدينة وبعض دوائر ولاية الألف قبة وقبة.